السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنخزن القلقاس مع بعض بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. اول حاجة بنجيب القلقاس طبعا. بنجيب القلقاس كده، وبنجيب اللوح التقطيع اللي انت بتقطعي عليه، وبتيجي ناحية الراس بتاعتها دي بنقطع الجزء ده. بنيجي هنا كده بنقطع الجزء ده كده، تمام. وبتبقى القلقاسه واقفه كده قدامك. بنبدا ان احنا نقطع من فوق لتحت بالشكل ده كده، ونفس الكلام من الناحيه التانية. بنكمل وهكذا. دي اسهل طريقه لتقشير القلقاس بشكل كويس وما يتعبش ايدك. تمام. طبعا السكينه لازم تكون حاميه اهي. تمام. كده يعتبر احنا قشرنا الجزء ده، ما عادش الا الحته دي بس هنقشرها كده. وبكده تبقى القلقاسه اتقشرت معانا. هحطها الاول في مصفى ونكمل الباقي، بس هرمي الحاجات دي. هنقطع برضو بالشكل ده، وبعد كده هكمل تقشير. طبعا هو لو انت نقيتيه كبير يكون افضل علشان ما تفضليش تقشري كميه كبيره، بس هو ده اللي كان متاح معايا. انا اوريكم بس فكره تقطيع، سواء واحده صغيره او كبيره، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعه. خلاص اهو. هقطع بقى اخر واحده. انا هنا غسلت بقى اللوحه بتاعه التقطيع بتاعتي، ودلوقتي هبتدي ان انا اقطعه قطع متساويه. هوريكم برضو ازاي نعمل قطع متساويه منه. هوريكم ازاي نقطع القلقاس بطريقه ان يكون كل القطع متساويه. خلينا نقطعه الاول زي ما يكون طرنشات زي البطاطس كده. كده اهو. هو طبعا القلقاس بيبقى صعب شويه في التقطيع، بس مع المحاوله كده بتقدري ان انت تقطعيه. خلاص احنا بنقطع الترانشات كده زي البطاطس بالظبط. هوريكم بعد كده هنعمل ايه، بس نخلصها. وبكده انا اكون قطعتها ترانشات زي ما انتوا شايفين. هكمل برضو الكميه التانية. طبعا الصغيره اسهل بكتير في التقطيع، لكن انا كنت بقول لكم ان احنا نجيب الحجم الكبير عشان ما نقشرش كتير، بس لكن التقطيع طبعا الصغيره احسن بكتير. في ساعتها اتقطعت ازاي، انما التانية بتبقى متعبه ان انت بتضغطي ايدك قوي بالسكينه عشان تقطعي ترانشات قد بعضها.
وبكده نبقى خلصنا ايه الكميه بتاعتي، عملتها ترانشات كلها. ازاي بقى هنعمل قد بعض؟ دلوقتي بنجيب القطعه كده، بنجيبها كده، وبنجيب بقى السكينه بنعمل زي ما انا هعمل كده. 1 2 3 4 5. قطعناها كده ايه صوابع بالشكل ده. هنيجي بقى نقطعها بقى الناحية التانية عشان نخلي الصوابع دي تبقى مربعات. هنعمل كده شايفين التقطيع كأنها مسطرة، يعني كله قد بعضه. شايفين كل القطع زي قد بعضها ازاي. هنحط بقى هنا في مصفى جنبي القطع اللي انا بقطعها، واكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه. بالشكل ده شايفين كأنك بتقطعي مكعبات. قد بعضهم كلهم. شايفين هقطع برضو معاكم واحدة صغيرة نفس الفكرة بالظبط اهي. موضوع بسيط جدا، تقطيع وتقشير وسهل جدا وبسيط. هكمل بقى كل الكميه وارجع لكم تاني. خلاص كده احنا قطعنا كل كميه القلقاس زي ما انتم شايفين. دلوقتي هبتدي ان انا اجيب ليمون على قد بقى كميه القلقاس اللي معايا. انا هنا طبعا كميه القلقاس دي تقريبا 2 كيلو ونص. اجيب بقى 4 ليمونات مثلا كبار، وبعدين بقطعهم، وبعدين بجيب بقى هنا طبق غويط كده وبعصر فيه الليمون ده. الليمون ده حلو قوي لانه ما فيهوش بذر، بصراحه بيريحني جدا. تمام. بعد ما بنعصر بقى هنعصر كل الكميه، هعصرها وارجع لكم. انا ما عصرتش كل الليمون، انا عصرت شويه الاول وبعد كده هنزل فيهم شويه من القلقاس، مش كله، هنزل شويه كده. طبعا القلقاس ما غسلتوش ولا اي حاجه، لان احنا اوريدي زي ما انتم شايفين الطريقه اللي انا يعني قشرته بيها واللي قطعته بيها ما خليتوش يلمس اي حاجه، ونضيف زي الفل. نجيب بقى معلقه كده نقلب القلقاس ده مع الليمون بالشكل ده، وبكده احنا عملنا له ماده حافظه طبيعيه تحفظه ومتخليش لونه يغير خالص، ويقعد في الفريزر معاكي لحد سنه. شايفين الطريقه دي حلوه جدا. احنا كده دلوقتي قلبناه في الليمون كويس. هنعمل بقى شويه شويه بالشكل ده. الطريقه دي تنهينا عن ان احنا نغسله ولا حتى نسلقه. كده حلو قوي، واما يطلع نسويه براحتنا ومش هيكون مسود ولا اي حاجه. شايفين انا دلوقتي هجيب كيس بتاعي واحط فيه كميه القلقاس دي، ونكمل كل الكميه بالشكل ده برضو. اهم حاجه ان هو ما طلوش اي ميه ولا اي حاجه مش نظيفه من القلقاس من بره. انت ممكن كمان تمسكي فوطه، دايما تمسكي فوطه وانت بتقشريه، وكمان تكوني غسلاه من بره ومنشفاه. ده الكيس اهوت
هكمل عليه برضو لان كميه اللي انا حطيتها في الطبق دي ما تعملش اكله. هنعصر برضو ليمون تاني، هعصر الليمون بالشكل ده، وهنزل برضو شويه شويه تمام. هننزل شويه من القلقاس برضو، ونقلبه. شايفين بيشرب من الليمون، يعني هو اخد ليمون كويس عشان نحفظه كويس. تمام كده. هجيب الكيس بتاعي احط باقي الكميه، هجيب كيس تاني بقى نكمل. ودول اخر شويه معايا، واحطهم في الكيس بتاعي. وبالشكل ده اكون عملت 4 اكياس من القلقاس. هنلفه بالشكل ده عشان نطلع منه اي هواء. ونربطه. طبعا انت بتحددي بقى الاكله بتاعتك قد ايه، وبتعملي الكيس على قدها سواء نص كيلو او اكتر. انا عامله الكيس بتاعتي تقريبا اخده نص كيلو كل كيس. كده يبقى خلصنا تخزين القلقاس. سهل جدا وسريع ومش متعب، وتقدري تعمليه بسهوله. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد، ودوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله.